السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله مع بعض هنكمل شرح مادة محاسبة التكاليف، الجزء الثاني من الفصل الأول بتاع طبيعة محاسبة التكاليف. كنا وقفنا عند أقسام التكاليف على أساس الوظيفة. طيب ايه هي الأقسام بتاعته؟ أنا عندي 5 أقسام. عندي كام قسم؟ 5. عندي تكاليف أولية، تمام، وعندي تكاليف تمويلية، وعندي تكاليف إنتاج، وعندي تكاليف مبيعات، وعندي تكاليف إجمالية. طيب نعرف أول حاجة كده التكاليف الأولية دي. إيه هي التكاليف الأولية؟ دي اللي بترتبط ارتباط مباشر بالإنتاج. زي إيه؟ زي تكلفة المواد، تكلفة الأجور، الحاجات اللي هي التكلفة المباشرة. يبقى أنا عندي الأولية دي تكلفة مباشرة أو تكلفة مواد. طيب التكاليف بتاعة التمويل دي بقى التكاليف اللي بتحول المواد المباشرة دي إلى منتجات. يعني زي إيه؟ زي الأجور أو التكاليف الصناعية غير المباشرة. يبقى دي عندي الأجور المباشرة، ودي عندي الأجور الغير مباشرة، وبرضو بتاع التكاليف الصناعية غير مباشرة. طيب الإنتاج، أنا عندي الإنتاج دي بتمثل الاتنين، تكلفة المواد المباشرة وتكلفة التمويل. يبقى بتمثل إيه؟ كلتا الحالتين، تكلفة المواد وتكلفة إيه؟ التمويل. طيب تكلفة الإنتاج دي احنا قلنا خلاص. تكلفة المبيعات، تكلفة المبيعات دي بقى بتشمل ايه؟ تشمل تكاليف الإنتاج، تمام، بالإضافة إلى تكاليف المبيع. طب نرتبهم كده تاني. يبقى أنا أول حاجة عندي اللي هي الأولية بتساوي التكاليف الأولية بتساوي التكاليف الأولية عندي بتساوي تكلفة المواد زائد تكلفة الأجور المباشرة. حلو كده، نعملها في شكل معادلات. طيب تاني نوع عندي اللي هي التمويلية، بتساوي عندي اللي هي ايه؟ بتساوي تكاليف الأجور، تكلفة الأجور زائد التكاليف الصناعية غير المباشرة. تمام. طيب تالت حاجة عندي ايه؟ تالت حاجة واللي هي تكاليف الإنتاج. تكاليف الإنتاج دي اللي هي ايه؟ بتمثل كل من تكلفة المواد المباشرة زائد تكاليف التمويل، زائد تكاليف التمويل اللي هي تكلفة التمويلية دي. طيب رابع حاجة بتتكلم عن ايه؟ عن تكلفة المبيعات، ودي اللي هي بتكون تشمل تكاليف الإنتاج زائد تكاليف البيع. طيب آخر واحدة واللي هي التكاليف الإجمالية. الإجمالية بقى باينة من اسمها، وهي بتكون ناتجة عن تكاليف المبيعات زائد التكاليف الإدارية. الإدارية. يبقى أنا عندي الأولية تكلفة المواد زائد الأجور المباشرة. التمويلية هناخد الأجور اللي فوق دي، هتبقى تكلفة الأجور المباشرة زائد التكلفة الصناعية غير المباشرة. طب الإنتاج تكلفة المواد المباشرة زائد تكاليف التمويل. طب المبيعات تكلفة الإنتاج كلها زائد تكاليف البيع. طب الإجمالية تكاليف المبيعات زائد التكاليف الإدارية. هو هيبقى يجيبها لي ماشي. هنتكلم بقى عن الأسس العلمية للفصل بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الفرق بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، وقلنا بيبقى شكلها ازاي في حجم الإنتاج
وكمان قلنا أمثلة ليها، قلنا إن التكاليف الثابتة دي بتبقى عبارة عن اسمها دي زي اللهم صل على سيدنا محمد، الأجور. تمام. لكن التكاليف المتغيرة دي زي تكاليف المواد، صح كده؟ طيب، هو بيقول لي بقى الأسس العلمية للفصل بين الاتنين. حجم الإنتاج، احنا قلنا واتفقنا إن التكاليف اللي هي الثابتة، تمام، لا تتأثر بحجم الإنتاج، صح كده؟ يبقى احنا عندي هنا التكاليف الثابتة ايه؟ لا تتأثر بحجم الإنتاج. طيب المتغيرة هي في الأصل أصلا ايه؟ تتأثر. تمام. يبقى متى تغيرت حجم الإنتاج بتتغير ايه؟ التكاليف المتغيرة، لكن لا تتغير ايه؟ التكاليف الثابتة. طيب عندي تاني مقارنة، واللي هي حجم المبيعات. طيب أنا عندي حجم المبيعات، نفس النظام. أنا عندي التكاليف المتغيرة المرة دي بقى ايه؟ لا تتغير، لكن التكاليف الثابتة هنا بتتغير. معلش، تاني، انا عندي هنا التكاليف الثابتة هنا لا تتغير زيها زي الانتاج، انما التكاليف المتغيرة هنا بتتغير بتغير حجم ايه؟ المبيعات. يبقى في التكاليف الثابتة لا تتغير في حجم الانتاج ولا تتغير في حجم المبيعات، لكن التكاليف المتغيرة بتتأثر وبتتغير سواء بحجم الانتاج او بحجم المبيعات. طيب هنتكلم دلوقتي عن عنصر تكلفة المواد، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان ده من اهم العناصر، ولانه يعتبر عنصر رئيسي عندي. تمام. ليه؟ لان المواد دي هي كل شيء ملموس بتحصل عليه الشركة لاستخدامها في النشاط بتاعها لتحقيق الربح وتحقيق الاهداف بتاعتها. تمام. ده غير ان تكلفة المواد دي هي جزء كبير جدا من التكاليف الإجمالية أو تكاليف الإنتاج التامة عندي. تمام. طيب نخش بقى نشوف ايه هي العناصر او العمليات اللي بيمر بيها عنصر المواد، اللي بيحصل لما المادة بتيجي. اول حاجة عندي دي كده العمليات، تمام، اللي بتمر بعنصر المواد. اول حاجة ايه؟ انا بشتري المادة الخام وبوديها فين؟ بخزنها في الشركة في المخزن بتاع الشركة. تاني حاجة بصرف المواد الخام دي من المخزن للمصنع. طيب تالت حاجة هي ارتجاع المواد الخام الزائدة عن احتياجات الانتاج، هنرجع المواد الخام الزايدة عندي عن احتياجات الانتاج. طيب رابع عملية، بحول المواد اللي انا اخدتها من المخازن الى منتج تام داخل المصنع، يعني بحوله لمنتج جاهز. خامس حاجة بقى معالجة العجز في المخازن. يبقى انا بشتري مواد الخام وبخزنها، وبعد كده بصرفها من المخازن دي، وبعد كده برجع الزيادة، وبعد كده بحول المواد دي اللي احنا اخدناه الى منتج تام او منتجات تامة، وبعد كده بعالج العجز في المخازن. طيب نشوف مثال عن اللي احنا اخدناه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي قامت شركة بشراء 500 وحدة. 500 ايه؟ وحدة. سعر الواحدة بتساوي كام؟ 12 جنيه. تمام. ويخصم خصم 10% إذا تم السداد فوري. تمام. وقد بلغت مصاريف النقل، مصروفات النقل عندي بتساوي كام؟ 200 جنيه. تمام. وعندي مصاريف التأمين بتساوي كام؟ 150 جنيه. وعند استلام ايه؟ 500 وحدة دول. تمام. تبين ان عندي تلف في 100 وحدة. عندي تلف ايه؟ تلف او نقول اجمالي. التلف بتساوي كام؟ 100 وحدة، منهم 40 وحدة تلف مسموح به، وعندي منهم 60 وحدة اللي هو الباقي، يعني 60 وحدة ايه؟ وحدة تلف غير مسموح به. تمام. قال لي بقى ايه؟ قال لي علما بأن التلف، علما بأن مبلغ التعويض عن ايه؟ التلف هيتم. يبقى التعويض يتم احتسابه من ايه؟ احتسابه طبقا
لسعر الفاتورة قبل الخصم الفوري. طيب ايه المطلوب مني هنا؟ حساب تكلفة الوحدة إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض، وأيضا إذا قامت برفض سداد التعويض. يعني أنا مرة هحسبها لما هي تسد التعويض، ومرة هحسبها إن هي ما بتسدش التعويض. طيب أول حاجة أنا هشتغل عندي إيه؟ أول حاجة عندي إن أنا هجيب قيمة الفاتورة. عندي قيمة الفاتورة بتساوي إيه؟ أنا عندي هنا كام؟ 500 وحدة. يبقى أنا عندي 500 وحدة في سعر الوحدة عندي كام؟ 12 جنيه. يبقى بتساوي كام؟ 6000. تمام. طيب الخصم اللي عندي كام؟ الخصم الفوري بيساوي 6000 دول، وأنا عندي الخصم كان قيمته 10%، هيساوي 600 جنيه. تمام. 6000 دول هطرح منهم 6000 دول هطرح منهم 600 جنيه، هيبقى لي كام؟ 5400 جنيه. يبقى دي القيمة الفعلية اللي هو ايه هيدفعها. تمام. هنضيف بقى عليها ايه؟ هنضيف مصاريف النقل ومصاريف التأمين. انا عندي مصاريف النقل كام؟ قال لي مصاريف النقل هنا 200، يبقى مصاريف عندي النقل 200، ومصاريف التأمين 150. هنجمعهم كلهم هيبقوا 5750. تمام. طيب تكلفة الوحدة بقى من إجمالي التكاليف. يعني احنا خلاص كده احنا أخدنا إجمالي التكاليف اللي هو ايه ده، كده اسمه ايه؟ إجمالي التكاليف. عايزة أعرف بقى تكلفة الوحدة بعد الخصم وكل ده. تكلفة الوحدة من إجمالي التكاليف هجيبه ازاي؟ انا عندي هنا 5750 على الكم وحدة عندي 500 وحدة، هيبقى 11.5. تمام. يبقى انا الاول جبت قيمة الفاتورة بسعر الوحدة اللي عندي. بعد كده لو عندي خصم بحسبه، ما عنديش خصم هضيف ليها المصاريف اللي عندي، مصاريف النقل ومصاريف التأمين. وبعد كده بحسب تكلفة الوحدة من اجمالي التكاليف كلها. تمام. طيب نجيب بقى المطلوب الاولاني هو ايه؟ ان شركة التأمين هتعوض ليا التلف. طيب عشان اقول قيمة تعويض التلف بتساوي ايه؟ قيمة تعويض التلف الكمية التلفة الايه المسموح بيها. مسموح ايه بيها؟ طب يعني ايه مسموح بيها؟ مسموح بيها والغير مسموح بيها. المسموح بيها دي اللي هي وليكن مثلا حاجة خارجة عن ارادتي. التلف خارج عن ارادتي، وليكن مثلا ايه؟ الكهرباء قطعت وبوظت مثلا اجهزة، وحدوث حرائق. كل الحاجات دي كده حاجة مسموح بيها، حاجة انا مش بايدي. لكن الغير مسموحة ايه؟ المسموح بيها ايه؟ اللي هو مثلا تكاسل العمال، البطالة ان هم قاعدين إيه. المهم ان ده بيبقى ايه؟ حاجة بقصد. لكن المسموح بيه ده حاجة من غير قصد، حاجة ملهاش علاقة بالعمال اللي جوه المصنع. فيبقى تكلفة ال الوحدات اللي هي مسموح بها. تمام. في سعر الوحدة انا عندي هنا 40 في 12 بيساوي 480 جنيه. تمام. يبقى انا لما باجي اعوض بعوض عن التلف الايه المسموح بيه. الشركه تعوض عن المسموح بيه اللي هي تبقى خارجه عن اراده العمال اللي موجودين. لكن الغير مسموح بيه ده بيتخصم منهم، هم ملناش علاقه. نيجي بقى نتكلم عن ايه؟ تكلفه الوحده السليمه. تمام. بيقول لي القانون بتاعها كالاتي. تمام. عندي هي تكلفه الوحده السليمه. تمام. الوحدات السليمة بتفرق قوي عندي اللفظ. تمام. زائد تكلفة المسموح به ناقص مبلغ التعويض على عدد الوحدات المسموح السليم. تمام. طيب نعمل يساوي تكلفة الوحدات السليمة. هل اكتب 400 على طول؟ لا. 400
وانا طلعت عندي ان التكلفة بتاعتها هبيعها ب11.5 زائد تكلفة المسموح به اللي هو 40 في 11.5 ناقص مبلغ المدفوع هتبقى 480. احنا حسبناها فوق اهي، تمام، على عدد الوحدات اللي هم 400 بيساوي كام في الاخر؟ تساوي تكلفة الوحدة 11.45 من 100. يبقى انا عندي تكلفة الوحدة السليمة بتساوي 11.45 من 100. طيب اخر حاجة بقى عندي وهي قيمة الكمية المثبتة او المثبتة في بطاقة الصنف كام. هنجيب اللي هو الوحدة السليمة، تكلفة الوحدة السليمة، وهنضربها في عدد الوحدات السليمة. يعني عندي اللي هي 11.45 من 100 في 400، تمام، هتساوي 4580. تمام. طيب تكلفة التالف غير المسموح به. طيب لو احنا اتكلمنا عن تكلفة التالف الغير مسموح به، التالف غير مسموح به، تمام، هتساوي ايه؟ هنقول 60 الوحدة في 11.5 بتساوي 690، ودي بتحمل على الأرباح والخسائر. تمام، يبقى دي بتحمل على حساب الأرباح وإيه والخسائر. يبقى أنا عندي بجيب التعويض، وبعد بجيب الأول قيمة الفاتورة، وبعد كده بجيب الخصم لو موجود عندي، وبزود المصاريف اللي عندي، وبعد كده بجيب تكلفة الوحدة من إجمالي التكاليف، وبعد كده قيمة تعويض التالف، وبعد كده بجيب تكلفة الوحدة السليمة. تمام. وفي الاخر خالص بجيب قيمة الكمية المثبتة في بطاقة الصنف، وتكلفة الوحدة السليمة اللي هي بتساوي تكلفة الوحدة السليمة في عدد الوحدات، واخر حاجة خالص وهي التالف الغير مسموح به. وكده نكون خلصنا الجزء الثاني من الفصل الاول.